السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي شاهدوا اللايف تاع البارح في الليل راهم على بالهم باللي كنت راح ندير فيديو اليوم، يعني الفيديو راح نديرو على عدد الأطفال غير شرعيين في المغرب، وهذا يعتبر مش الجزء الأول، جزء 0.01%، يعني مازال القادم أسوأ كي عدتوا تطاولوا على نساء الجزائريات الشريفات. روح تبع معايا تشوف أولاد كريستيانو رونالدو في المغرب. لا امبوسي، ما يمكن. ما يمكنش امبوسي. شايف مجري في المغرب، شايف الشرف يا جدك الشرف. طاولوا على الجزائرية، لاقي على روحك المروكي. خاوتي هذه الفيديوهات راهي طير، الا راكم باغيين نكملوا معاهم كيما هاك ونحطوهم تحت الرجلين. وشفتوا كيف طاولوا على النساء الجزائريات؟ اذا ما حطيتش لايك اعرف باللي هذيك اللي كانوا يقصدوها هي بنها انت، لانك ما دافعتش على يماك. واسمح لي انا ندافع على امهات الجزائريات الشريفات. اسمح لي اللي عنده امه مش شريفه هنروح بعدنا من القناه، وجمعت لي الفتنه بلوك مباشره من القناه. حذري تطاولوا ابن الدوله الجزائريه، مانيش جاي لهنا باش تساومني انت ولا غيرك. مروكي يهضر لي على جزائريه واحده راح نرد له الصعصاعين. يون عند بالك اللي هضر عليهم في الجزائر العاصمه ومنا راك فاهم؟ زعما جبتونا زعما تقرير فرنسي، معليش درك ندخلوا لكم في تقارير فرنسيه بما انكم تعترفون بدوله عدوه للجزائر. هذيك تمد تقارير زعما هذيك فوالا صدقتوها انتم. وجاب هاني الموسخ المروكي. اي معليش ما لاقي على روحك. شوف قد عندكم ولاد في المروك تاع كريستيانو تاع الجماعه الاراجيل عندكم، وشوف روحك المروكي قداش خطره خرجت المعلمه نتاعكم وراح تجيب لك في الصرف من عندهم، وقداه جاب الطفل من عندهم ورميتوه في سله المهملات. عم يحكوا عليه التقرير. شوف معايا. من المغرب، حيث العلاقات الزوجية خارج القانون والإجهاض وسوء معاملة الطفولة كلها محرمة ولا يمكن التسامح معها. لكن هذا الأمر نظريا، على أرض الواقع هناك اختلاف. هناك تقارير تفيد بأن 50,000 طفل يولدون خارج إطار الزواج ويعثر عليهم في القمامة والشوارع سنويا وفي المدن والأرياف. 50,000 طفل يرموه في القمامة، واللي ما رموهش في القمامة قداش؟ هذا 50,000 سنويا يرموهم في القمامة، يعني 50,000 مولود يطيشوهم في القمامة، واللي ما يطيشوهمش وتبنوهم قداش؟ يعني راهي الحالة مليحة عندكم في المروك. كملوا كما راكم. الأرياف المغربية. مصدر هذه الإحصاءات في الحقيقة هو صحيفة ليموند الفرنسية في ملحقها ليموند أفريك، التي أجرت تحقيقا ميدانيا في المغرب وقابلت عددا كبيرا من الأمهات الشابات العازبات. التحقيق الصحفي توصل إلى أن 24 طفلا رضيعا يولدون خارج إطار الزواج ويعثر عليهم في أماكن كالقمامة. القمامة أولادهم يطيشوا القمامة. دير في حسابك قداش من واحد راه يعلق في القناة خرجوه من القمامة. خلاء أو حتى الغابات. كمثال للمدن المغربية، الدار البيضاء وهي الرئة الاقتصادية المغرب، فيها تعثر الشرطة على 300 رضيع حديث الولادة سنويا. هذه هي الصفحة الرسمية لموقع جمعية إنصاف لحماية الأمهات العازبات وأطفالهن. فتاة لا تتعدى 20 سنة من العمر حاولت الانتحار بعد وضعها لرضيعها، لكن جمعية إنصاف قدمت لها المساعدة وبالتالي الحماية بحسب التحقيق. وشوفوا معايا خوتي هذا التصريح نتاع نائب برلماني فضحهم كريستيانو رونالدو يجيب الذر في المروك. مليح المروكي مليح. يقول يعني علي العصري اللاعب البرتغالي رونالدو معشوق الشباب المغربي، يقول إن عام 2017 كانت أفضل سنة له لما حققه من بطولات وألقاب، ولكونه أيضا رزق ب3 أبناء، واحدة منهم من صديقته السابقة وتوأم من شابة أخرى. فكيف إذا نستغرب ولادة أكثر من 50,000 طفل في بلدنا خارج علاقة الزواج؟ لا امبوسي، ما يمكن. ما يمكنش امبوسي. دعونا لكم ما تستغربوش المراكة، يعني 50,000 طفل راه حاجة قليلة. يعني هم راكم تجيبوا توما 300,000 400,000 500 مليون ما نعرف صديقون على حساب واش تقدر تخرج من العائلة نتاعكم. إلا كان عندكم 3 4 راك تجيبوا سما في العام توما تجروا 4. هيا مليح. كملوا كما تحكوا مالا على شرف الجزائريات. قصدكم في هذا الموضوع مازال زيد تشوف معايا كريستيانو. خاوتي الجزائريين راني نقول لكم كامل لايك ما يطيرش هذا الفيديو، ما يطيرش. خلي سأتعرى عليكم المراركة. قلت لكم هذا الفيديو راه يعتبر ما كانش، القادم أسوأ في بلدنا خارج علاقة الزواج. دعونا نتوقف عند رونالدو الذي يتمتع بشهرة منقطعة النظير، طبعا ليس في المغرب فقط ولكن المغرب أيضا هم من محبي كرة القدم أو المغاربة، وهنا نراه مع ابنيه التوأم إيفا. رونالدو راه عنده قصر في مراكش،
قصر في مراكش وفيه الجواري ماريا وماتيو. وهنا أيضا مع من يعتقد بأنها جورجينا زوجته وابنه الأكبر رونالدو جونيور الذي لم يفصح عن اسم والدته، وولد في الولايات المتحدة عام 2010 ثم انتقل للعيش مع أبيه في مدريد وجدته دولوريس. وربما هنا هذا المقصود من أن رونالدو كانت له علاقة خارج إطار الزواج، لكن هذا ليس مؤكدا. هناك طبعا او اكدها البرلماني وبلا ما ناكدوها احنا ما ناكدوا ما والو. 50,000 طفل يترموا في الجبالة سنويا. عزا سبب هذه الظاهرة بأن رونالدو من بين الأسباب التي أدت بأن يكون هذا ثاني راه نائب برلماني في المروك. راه الناس كلهم يعترفوا باللي اولاد رونالدو راه يجري في المغرب. بعض المغربيات حب الخارج إطار الزواج، وهناك من دعم هذه المقولة، لكن نتوقف عند أحمد التقماتي وتغريدته الذي يقول فيها: ليس رونالدو وحده، لماذا لا نضيف قنوات الذل والعار الذين يسوقون لمثل هذه الأفكار؟ عمر بوفي يقول: للأسف مثل أولئك هم من أصبحوا المثل الأعلى والقدوة لشبابنا. يتحدث هنا عن رونالدو طبعا. قال لك يروح كريستيانو رونالدو المراركة كاع يديروا طوابير عند رونالدو. الرجال لا ماشي نحكي عن نساء مريحين في البيوت يوجدوا في رواحهم. شكون اللي صيد وحده يديها رونالدو؟ يعني اخته. فهمتوني خاوتي؟ سامحوني هذا راه مش تطيح اقدر، لكن للاسف الفيديو اللي حطوه البارح لعب لي على راسي، وراهم شافوه الجزائريين، واللي ما شافوش ادخل البث المباشر تلقى فيديو حطيته ثم تعرف علاش راني عقلي راه يطبخ. فعلا هذه ظاهرة موجودة في المغرب، أمهات عازبات، هذا واقع نعيشه، ولا يمكننا أن نقول بأنه نحن في دولة إسلامية، يعني في بلد إسلامي يحترم المقومات الإسلامية، ولكن هذه ظاهرة حقيقة موجودة. الآن تساؤل مطروح وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، وخصوصا عندما نتحدث عن الأطفال، حيث أنه هناك تقرير رصد مؤخرا، رغم أنني أنا يعني أقول بأنه إلى أي حد هناك علم حقيقي في الدراسة لهذه، لأنه هناك استمارات تملأ، ولكن إلى أي حد الإحصائيات التي تعطى هي صحيحة أم لا؟ لأنه من المفروض نحن دائما نرتضي أن تكون هناك إحصائيات رسمية للحديث عنها، ولكن يبدو ليس هناك ما يؤيدني دائما هو بالنسبة للأمهات العازبات. الأسباب. مثلا النائب العصري يقول بأن رونالدو محبوب أو معشوق الجماهير المغاربة، لديه أطفال خارج إطار الزوجية، وبالتالي هنا لديه أطفال خارج العلاقة الزوجية بمغربية مروكية. شايف تحكي انت على الجزائريات يا بابا، الجزائريات الشريفات تحكي عليهم يا الموسخ. هناك من اتخذه قدوة في المغرب. برأيك مثل هذا التصريح هل يحل أم يعقد المشكلة في المغرب؟ لا لأن هذا الطرح أنه الإعجاب برونالدو بما أنه لديه أطفال خارج إطار الزواج فهناك تبني لهذه الفكرة، لا أظن بأن الآخر يأخذها بها من هذا الباب. الأمهات العازبات هناك يعني تعامل معهن تعامل فيه إدلال وفيه إهانة، في حين أنه هذا واقع نحن نرفضه طبعا لأن نحن في دولة إسلامية، ولكن أمام هذا الواقع ماذا يجب العمل فيه؟ تحدثتم قبل قليل عن السيدة الشنة، عائشة الشنة من المدافعات القويات التي تعرضت لكثير من الهجوم فقط لأنها تأوي هذه الأمهات التي حتى لا تبقى في الشارع. هؤلاء الأطفال هل نتخلى عنهم؟ إنهم أكبادنا، إنه واقع. إنهم أكبادنا. نعم ماشي، جيبوهم بطرق غير شرعية وإنهم أكبادنا. يا حافظ يا ستار، الله يسترنا إن شاء الله. الحقيقة هو أنه كيفية التعامل مع هذا. مثلا مؤخرا تتحدث بأن هناك 50,000 القول حالة لأم عازبة، وأن 300 طفل يعني بعضهم يوجد في الغابات وفي الأماكن الخالية والقمامة. هذه الإحصاءات إلى أي مدى هي دقيقة؟ وبالتالي هذه الشريحة الهشة في المجتمع المغربي. أنا تحدثت في السابق أنا قلت بأن هذه الإحصائيات نحن نتمنى أن تكون هناك فعلا إحصائيات رسمية لكي نتحدث، لأنه بعض الأحيان قد تؤخذ حي معين ويكتب بأن هذا يعني على الصعيد الوطني. إذا كان هناك 300 طفل في القمامة كأننا نجد يوميا أطفال في القمامة، ولكن هذا واقع قائم. الإحصائيات أنا يعني ما كنشككش، ولكن خص تكون إحصائيات رسمية للحديث عنها. شكرا. ولكن لازم نلقاو 600 طفل يوميا في القمامة، يعني إحصائيات. معليش احنا نعاونوكم المرار كي لعبتوا ما تعرفوش تحسبوا، احنا نعاونوكم ونجبدوا قداش كاين أطفال غير شرعيين. رانا رايحين معاكم في هذا الموضوع واحدة نشوفوا من يستفز ومن يستطيع اللعب بعقل من، المروكي الذي يشرب حليب الحمير أم الجزائري من سلالة أبناء الشهداء. تحياتي لكم، أخوكم ابن الدولة الجزائرية كان معكم من دولة موزمبيق الشقيقة. ما تنسوش لايك خوتي، اشتراك في القناة وفعلوا الجرس، وخلوني نطيح عليهم مطرق يابس للراس. سلام.